ايضا خسر ممثل عمان الاخر في هذه البطولة فريق العروبة من فريق الوحدة السوري بهدفين مقابل هدف، وتزيل ترتيب المجموعة الثالثة. لدينا المجموعة الرابعة المحرق 12 نقطة في الصدارة، يلعب ايضا امام اهلي الخليل، وكان متقدم عليه في الشوط الاول من هذه المباراة وبنسبة كبيرة طبعا بنسبة 99% المحرق في الدور القادم لو خرج طبعا بنتيجة الفوز في هذه المحرك طبعا لديه 4 انتصارات من 4 مباريات ويسير بخطة ثابتة في هذه المجموعة. هذه انطلاقة من جانب فريق فنجاء وكرة طويلة في الأمام، لكن تبعد من جانب قلب الدفاع زكريا قدور قلب دفاع فريق الجيش السوري. وصلت الكرة إلى سمير بلال، يلعب كرة على الجانب الأيمن، تعود من جديد لشعيب العلي المدافع الأيمن لفريق الجيش. في الأمام الضغط يأتي من جانب اللاعب محمود البحر لاعب المنتخب السوري الأولمبي السابق محمود البحر. وادي الكرة من جديد على الجانب الأيمن، نقلات من جانب لاعبي فنجاء. عمر خميس عادت في الخط الخلفي للقائد محمد المسلمي، يلعب كرة طويلة في الأمام ولكن التغطية موجودة من جانب شعيب العلي يلعب كرة لكن خرجت الكرة إلى خارج الملعب إلى رمي التماس. اليوم طبعا الحكم هو حسين أبو يحيى، بيعاونه سمير بدر وعدنان عبد الله المساعدين لحكم المباراة حسين أبو يحيى. تغيير اتجاه اللعب لعمر خميس على الجانب الأيمن لاعب فريق فنجاء اللي بيلعب كرة طويلة في الأمام، ولكن تواجد اللاعب شعيب العلي في المكان المناسب. ودي أمامنا انطلاقة ومحاولة من جانب فريق الجيش وانفراد الآن وهجمة خطيرة، فرصة للهدف الأول في اللحظة الأخيرة. التدخل يأتي من جانب اللاعب محمد المسلمي، تدخل دفاعي رائع جدا من جانب محمد المسلمي، والتمريرة كانت خلف المدافعين وانطلاقة رائعة من جانب حميد عثمان، ولكن بعد ذلك تدخل رائع جدا من جانب اللاعب المتميز محمد المسلمي. والكرة إلى ركلة مرمى لصالح فريق فنجاء، يلعبها الحارس مازن الكسبي، حارس مرمى فريق فنجاء مازن. وكرة في الخط الخلفي لفريق فنجاء العماني، وتمريرة إلى خارج الملعب، رمي التماس. هذه أمامنا المدير الفني طبعا الكابتن سليمان خميس المدير الفني لفريق فنجاء العماني. هذا المدير الفني اللي أتى طبعا يعني خلفا للمدرب التونسي لطفي جبارة، وكان قبل لطفي جبارة أيضا في تدريب فريق فنجاء المدرب عبد الرحيم الحجري. الكرة مرت إلى خارج الملعب، رمي التماس لصالح نادي الجيش السوري. اليوم طبعا فريق فنجاء على مقاعد بدلاء صلاح السيابي ومحمود الحسني وخالد الحمداني والسمير الطوبي وسامي الامين وسانتانا بريرا والحارس احمد الهتال. ودي امامنا انطلاقه، كره عرضيه خطيره لكن ولد تدخل ياتي من جانب محمد المسلمي ايضا في هذه اللقطه. محمد المسلمي يتدخل بطريقه رائعه، ودي استخلاص الكره من جانب اللاعب بهاء قاروط، يلعب كره لسمير بلال في وسط الملعب. عز الدين عوض يلعب كرة في الأمام ليوسف كلفة، مرور رائع جدا من جانب اللاعب يوسف كلفة، على يساره اللاعب حميد عثمان، ولكن الكرة مخطوفة من جانب فريق فنجاء. هذه اللمسة من جانب علي الجابري. يلعب اليوم طبعا عبد الرحمن الغساني في الأمام وعماد الحسني في ظل غياب المهاجم عبد العزيز المقبالي، واحد أيضا من اللاعبين المتميزين في صفوف فريق فنجاء عبد العزيز المقبالي. مرور رائع وتسديده من جانب اللاعب عبد الرحمن الغساني، لكن وصلت تسديدته الى احمد مدنيه حارس مرمى فريق نادي الجيش السوري. يبدا على طول من الجهه اليسرى مع احمد حسام بودقجي، هذه الاستلام والدوران من جانب اللاعب عبد الرحمن الغساني مهاجم فريق فنجاء، والتسديده اللي راحت سهله طبعا لحارس المرمى احمد مدنيه حارس مرمى نادي الجيش. انطلاقه من جانب اللاعب محمد المسلمي، يلعب كره في وسط الملعب والاستلام ياتي الان من جانب اللاعب حميد سالم. حميد في الامام
للمتميز عبد الرحمن الغساني على الجهه اليسرى. محاوله الان وحميد من جديد للغساني اللي بيحاول يغير اتجاه اللعب، لكن وصلت التمريره الى خالد اليعقوبي. لاعب فنجاء يلعب تمريره على الجانب الايمن لعمر خميس. لمسه في الامام لعماد الحسني. عادت من جديد رأسة الملعب. تغيير اتجاه اللعب من محمد المعشري على الجهه اليسرى لباسل الرواحي للمعشري من جديد، وكرة مخطوفة من جانب فريق الجيش، وخطأ وركلة حرة لصالح فريق نادي الجيش السوري. خطأ وركلة حرة للجيش السوري. هذه التدخل كان على لاعب يوسف كلفة، وعلى تنفيذ الركلة الحرة سمير بلال. سمير بلال كما نعلم طبعا ان الدوريات في عمان وفي سوريا وفي العراق وفي الكويت وفي البحرين ولبنان لا تلبي المعايير التي يضعها الاتحاد الاسيوي لكرة القدم من اجل الاشتراك في البطولة الاقوى والافضل، وهي بطولة دوري ابطال اسيا. وبالتالي هذه الدول طبعا تشارك في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم. ركلة ركنية، مرت الكرة طبعا من وجهة نظر حكم المباراة او المساعد الثاني عدنان عبد الله، هو اللي اشار لحكم المباراة بان الكرة خرجت بكامل استدارتها خارج خط الملعب، وبالتالي ركلة ركنية لصالح فريق الجيش السوري. هذا كان خطأ اللصيقة على لاعب محمود البحر، واحد من اللاعبين المميزين في تشكيلة الجيش السوري. محمود البحر الجيش طبعا كان الفوز الوحيد اللي حققه في هذه المجموعة كان على فريق فنجاء. الفوز الوحيد كان بهدف مقابل لا شيء لصالح نادي الجيش. كان سجل الهدف اللاعب يوسف كلفة، وبالتالي يأمل فريق نادي الجيش في تكرار فوزه على فريق فنجاء في هذه المباراة. فريق اللي بيحتل طبعا المركز الأخير من تعادل وحيد و3 هزائم في هذه المجموعة. العروبة أيضا يحتل المركز الأخير في المجموعة الثالثة، والأندية العمانية لا تقدم المستوى المطلوب في هذه البطولة. نقلات في وسط ملعب فريق نادي الجيش، والكرة تصل لخالد اليعقوبي بيغير اتجاه اللعب لباسل الرواحي. باسل الرواحي، محمد المسلمي خلفه طبعا قائد الفريق. و10 دقائق اولى مرت من عمر الشوط الاول في هذه المباراة، ولا زالت النتيجة التعادل السلبي بدون اهداف. رائد ابراهيم يلعب كرة في وسط الملعب. رائد تعود من جديد التمريرة من جانب اللاعب علي الجبري الى خالد اليعقوبي للمسلمي قائد فريق فنجاء، ولمسه في الامام من جانب المسلمي. تعود من جديد على الجهه اليسرى لصالح فريق فنجاء، وادي امامنا نادي الجيش يضغط الان ويستخلص الكره فريق نادي الجيش. وحميد عثمان يلعب لعز الدين عوض، تمريره طويله في الامام وراسيه سهله الى حارس المرمى مازن الكسبي. مازن يبدا على طول المحاوله الهجوميه. هذه طبعا الكره العرضيه اللي يعني يبدو انه كان فيها شك انها لمست ايد القائد محمد المسلمي قائد فريق فنجاء العماني، لكن هذه كره عادت في الخط الخلفي من جديد لصالح خالد اليعقوبي. لمسه في وسط الملعب لعلي الجابري، والانطلاق الان من جانب اللاعب حميد سالم. عادت من جديد لعلي الجابري، يلعب كره لمحمد المعشري. لمسه في الامام على اليمين للمتقدم عمر خميس المدافع الايمن، وادي امامنا انطلاقه وكره عرضيه وفرصه خطيره جدا من جانب عماد الحسني، ولكن التسديده تصطدم بالدفاع. عماد الحسني، وفرصه كانت خطيره لصالح فريق فنجاء، ولكن تسديدته ارتدت من المدافعين. عادت مره اخرى من جديد لصالح نادي الجيش. استلام رائع من جانب اللاعب يوسف كلفه، وتمريره في وسط الملعب لسمير بلال، وادي لمسه في الامام لصالح اللاعب بهاء قاروط والشعيب العلي اللي بيتقدم الان على الجهه اليمنى. يعيد الكره من جديد الى سمير بلال. سمير يلعب كره في وسط الملعب لعز الدين عوض، بيغير اتجاه اللعب على الجهه اليسرى لاحمد حسام بودقجي. احمد حسام يلعب كره من جديد في وسط الملعب لعز الدين عوض،
عادت من جديد على الجهه اليسرى لصالح اللاعب يوسف كلفه. يوسف والتصويبه القويه الى خارج المرمى، الى خارج المرمى. ركله مرمى كما نعلم طبعا نظام هذه البطوله اللي بنلعب الان في النسخه ال 13 من احداثها. بطوله طبعا يعني في هذا الدور، في دور المجموعات هناك 8 مجموعات، 4 مجموعات تمثل دول غرب اسيا، و4 مجموعات تمثل دول شرق اسيا، وبعد ذلك يعني يصعد اول وثاني كل مجموعه. وفرصه الان خطيره لعماد الحسني ومحاوله للتسديد من جانب عماد، ولكن دفاع الجيش يتدخل في اللحظه الاخيره، ومره اخرى محاوله وتمريره وفرصه من جانب اللاعب المتميز الغساني عبد الرحمن الغساني، لكن الكره ترتد من المدافعين. ومره اخرى محاولات من جانب فريق نادي فنجاء، والكره مخطوفه من جانب فريق الجيش. فنجاء قد تكون هي الفرصه الاخيره، وفي حال خساره اهلي الخليل من جانب المحرق يعني ستتضاعف امال فريق فنجاء لو فاز في مباراه اليوم، والا يعني فسيقول وداعا لهذه البطوله في رصيد نقطه واحده. الفوز يعني رفع رصيده بالنقاط ل4 نقاط، هتساوى مع اهلي الخليل برصيد 4 نقاط، ولكن اهلي الخليل يعني سيكون لديه مباراة اقل من فريق فنجاء، لانه اهلي الخليل اليوم بيلعب رابع مبارياته بينما فنجاء بيلعب طبعا 5 مباريات، وهيتبقى ليه مباراة اخيرة في هذه المجموعة، بينما للجيش واهلي الخليل متبقي مباراتين بعد هذه الجولة. تمريرة الان في الامام لصالح فريق فنجاء. عماد الحسني هيأ كرة متقدم من الجهة اليسرى، باسل الرواحي عادت من جديد للمعشري، يلعب تمريرة في وسط الملعب المعشري للاعب علي الجبري، عادت في الخط الخلفي لباسل الرواحي. باسل خد تمريرة من اليعقوبي وارسل كرة من جديد على الجهة اليسرى. بحث الان عن كرة عرضية، والعرضية الى الحسني، ولكن الاستلام غير جيد من عماد. طالت الكرة على عماد بعد استلام غير جيد منه، وعادت مرة أخرى من جديد على الجانب الأيمن لرائد إبراهيم لاعب فريق فنجاء. رائد إبراهيم يلعب كرة في الخط الخلفي من جديد لخالد اليعقوبي. وربع ساعة أولى مرت من عمر الشوط الأول في هذه المباراة، ولا زالت النتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين كلا الفريقين. خطأ وحيد حتى الآن تم احتسابه في الربع ساعة الأولى من هذه المباراة. مباراة نظيفة يعني فيها خطأ وحيد في أول ربع ساعة، ويعني أعتقد أنه الضغوطات ليست بالكبيرة على كلا الفريقين في هذه المباراة. فريق فنجاء طبعا المنتشي بفوزه ببطولة الدوري يرفع رصيد ألقابه ببطولة الدوري العماني إلى 9 ألقاب، وفي رصيده أيضا 9 ألقاب لبطولة كأس السلطان، كأس جلالة السلطان. 9 ألقاب للفريق الأصفر في تاريخ هذه البطولة. لياندرو فييرا المدرب البرتغالي ومساعده طبعا أحمد العزام مساعد مدرب فريق نادي الجيش في 13 لقب للدوري السوري، ويأمل في الفوز طبعا في بطولة الدوري في هذا الموسم، وبطولة الكأس أيضا، بطولة كأس سوريا وبطولة الدوري السوري، وأيضا يأمل في الوصول بعيدا في هذه البطولة، بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. الجيش طبعا كان هو أول بطل لأول نسخة على حساب الوحدة، على حساب شقيقه فريق الوحدة السوري. نهائي اللي كان من مباراتين في عام 2004، ولكن النهائي الآن يعني من مباراة وحيدة بتقام طبعا في ملعب محايد. في الماضي كان النهائي من مباراتين، استمر هذا الوضع حتى نسخة 2008، بعد ذلك نسخة 2009 النهائي أصبح من مباراة واحدة، فريقين فقط غير عربيين توج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي. مساف الأوزبكي الذي يتواجد الآن في بطولة دوري الأبطال،
الفرق الأوزبكية تلعب الآن في بطولة دوري الأبطال، ولدينا جمهور دارون في نسخة العام الماضي. انطلاقة وسقوط من جانب اللاعب أحمد حسام بودقجي، وحكم المباراة لم يشير بأي شيء. فريق الجمهور طبعا دوب باللقب في ظل استبعاد الأندية الكويتية من نسخة العام الماضي. الفريق الماليزي هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس الاتحاد الآسيوي بعد فوزه طبعا على فريق استقلال الفريق الطاجيقي في النهائي بهدف مقابل لا شيء في نسخة العام الماضي. لدينا إصابة للاعب أحمد حسام بودقجي، وأمامنا التعليمات من خارج الخطوط للاعبي فنجاء. تعليمات للاعب عمر خميس اللي يتواجد على الجهة اليمنى كمدافع أيمن في مباراة اليوم. وأمامنا طبعا الحضور القليل في مدرجات ملعب السيل في هذه المباراة. تحظى أيضا يعني بمتابعة كبيرة من جانب الإعلاميين هناك في عمان. رمي التماس لصالح فريق الجيش. ستعود الكرة بكل روح رياضية لدفاعات نادي فنجاء. عادت روح رياضية إلى فريق فنجاء. 19 دقيقة من عمر الشوط الأول في هذه المباراة. لا زالت النتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين كلا الفريقين في إطار مباريات المجموعة الرابعة من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النسخة ال13 من هذه البطولة، بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. حامل اللقب طبعا هو فريق جمهور الماليزي. محاولة الآن لفريق الجيش، تمريرة في العمق واستلام من جانب اللاعب محمود البحر، وخطأ وركلة حرة على محمود البحر. خطأ وركلة حرة على محمود البحر لصالح اللاعب عمر خميس. يلا 20 دقيقة من عمر الشوط الأول في هذه المباراة، ولا زالت النتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين كلا الفريقين. رائد إبراهيم يلعب كرة في وسط الملعب. رائد لعلي الجبري. علي وتمريرة إلى حميد سالم. محمد المعشري في وسط الملعب. محمد مرر الكرة في الأمام وانطلاقة سريعة من جانب اللاعب رائد إبراهيم، وتصويبة قوية من رائد إبراهيم إلى حارس المرمى أحمد مدنية. أحمد مدنية يتألق في هذه اللقطة. أحمد مدنية يمسك بثبات. أحمد مدنية تصويبة اللاعب رائد إبراهيم. مرة أخرى محاولة بجديد من جانب المعشري، والكرة مخطوفة، والانطلاقة من جانب اللاعب يوسف كلفة، لكن عادت من جديد لصالح نادي فنجاء. انطلاقة سريعة من الجهة اليسرى. تحركات الآن من جانب رائد إبراهيم والمعشري، والكرة مرت إلى خارج الملعب. رمي التماس لصالح اللاعب شعيب العلي. رمي التماس لصالح نادي الجيش السوري على الجهة اليمنى. على تنفيذ اللاعب شعيب العلي. شعيب يعود إلى حسين شعيب في الخط الخلفي قلب دفاع فريق نادي الجيش، والكرة ملعوبة لزكريا قدور. زكريا لأحمد حسام. أحمد حسام للقائد سمير بلال. لزكريا من جديد، يلعب لحسين شعيب على الجانب الأيمن لشعيب العلي لسمير بلال. شعيب العلي من جديد، تمريرة في الأمام للمتحرك يوسف كلفة، ولكن من الأمام وكرة مخطوفة من جانب محمد المسلمي. يلعب كرة في الأمام لعماد الحسني، نجم الكرة العمانية عماد الحسني. رحلة كبيرة طبعا مع العديد من الأندية في عمان وخارج عمان. هذا اللاعب المتميز لاعب نادي فنجاء
المنتخب العماني حماد الحسني. هذه امامنا سقوط ومطالبه بخطا، ولكن حكم المباراه لم يحتسب اي شيء في هذه اللقطه. كان هناك سقوط من جانب اللاعب حميد عثمان، ولكن الكره مرت الى خارج الملعب الى ركله مرمى. ركله مرمى. جاء طبعا فاز في اخر جولتين في الدوري على صاحم وعلى السويق، حقق لقب الدوري على حساب السويق اللي حل في المركز الثاني ب 48 نقطة. فنجاء حسم الدوري ب 51 نقطة. فريق فنجاء العماني لهم 42 هدف في بطولة الدوري، كان عليهم 20 هدف فريق فنجاء. كرة مرة أخرى من جديد لبهاء قاروط، ورمي التماس لصالح فريق فنجاء على الجهة اليسرى. رمي التماس لباسل الرواحي، يلعبها باسل لعلي الجبري، وإبعاد يأتي من جانب مدافعي فريق الجيش السوري. والتقدم يأتي الآن في هذه اللقطة من جانب اللاعب خالد اليعقوبي، ولكن الكرة مخطوفة من جانب خالد اليعقوبي لمحمود البحر اللي بينطلق على الجهة اليسرى، وخطأ وركلة حرة لصالح محمود البحر. خطأ لصالح محمود البحر. هذا الحكم حسين أبو يحيى حكم هذه المباراة. حسين أبو يحيى الحكم اللبناني، مع سمير بدر من لبنان، مع عدنان عبد الله من لبنان المساعد الثاني، بينما الحكم الرابع علي رضا ايضا من لبنان، طاقم تحكيم من لبنان. خطأ وركلة حرة صالح اللاعب سمير بلال. سمير بلال امامنا عمر خميس يعود لأداء الواجب الدفاعي في هذه الركلة الحرة، وعلى تنفيذ الركلة الحرة سمير بلال وبطاقة صفراء أشار طبعا الحكم حسين أبو يحيى في هذه اللحظات الآن للاعب فنجاء. بطاقة صفراء للاعب عمر خميس. لعبت الكرة ومرت إلى خارج الملعب. رمي التماس، تنفيذ تم لهذه الركلة الحرة بشكل خاطئ. رمي التماس، وعمر خميس الحسني يحصل على بطاقة صفراء، المدافع الأيمن لفريق نادي فنجاء. ركنية وحيدة حتى الآن لصالح نادي الجيش في الوقت اللي مر من عمر الشوط الأول في هذه المباراة 25 دقيقة، والأرقام من جانب كلا الفريقين ضعيفة جدا حتى الآن من حيث الهجمات والتصويبات والكرات الثابتة. وهذه أمامنا أول ركنية في المباراة لصالح فريق فنجاء العماني. أول ركنية بعد مرور 25 دقيقة في محاولة كانت للاعب عبد الرحمن الغساني. عبد الرحمن الغساني حاول طبعا المرور في هذه اللقطة، لكن الكرة تبعت من أمامه. التقدم يأتي من جانب اللاعب رائد إبراهيم، والركنية لفريق فنجاء العماني. والحارس أحمد مدنية حارس مرمى الجيش السوري يوجه زملائه في هذه اللقطة. أحمد مدنية، ركنية ملعوبة على مرتين من جانب فريق فنجاء. عادت الكرة بتمريرة قصيرة، لعب تعاوني ما بين كلا الفريقين، وده أمامنا لمسة يد على فريق فنجاء، وبطاقة صفراء ثانية لصالح، يعني تشهر الآن في وجه لاعب من لاعبي فنجاء. بطاقة صفراء أولى كانت للاعب عمر خميس، والآن بطاقة صفراء ثانية في هذه اللحظات للاعب باسل الرواحي. انذارين حتى الآن في الوقت اللي مر من عمر الشوط الأول في هذه المباراة. هذه باسل الرواحي يلعب طبعا على الجهة اليسرى كظهير أيسر في تشكيلة المدرب سليمان خميس. كرة عادت إلى وسط الملعب للقائد سمير بلال، يحصل على خطأ. سمير بلال ياخذ خطأ. سمير بلال لاعب نادي الجيش السوري عليه من جانب اللاعب محمد المعشري، وكرة طويلة في الأمام على الجانب الأيمن بهاء قاروط، لكن مخطوفة الكرة من بهاء قاروط.
كرة الى خارج الملعب الى رمي التماس. لعبت رمي التماس لصالح الجيش. سمير بلال لمسه في الامام واستلام من جانب اللاعب حميد عثمان. عادت من جديد الى يوسف كلفه. يوسف وسمير بلال. سمير بيغير اتجاه اللعب على الجهه اليسرى. متقدم الان احمد حسام بودقجي. يلعب كره لمحمود البحر لعز الدين عوض. عز الدين عوض لسمير بلال. دخلت من جانب لاعبي الجيش وتصويبه من بعيد، لكن فين في السماء التصويبه. مرت الى خارج الملعب التصويبه. ركله مرمى لصالح فريق فنجان. هذه بهاء قاروط هو اللي صوب. بهاء قاروط يلعب على الجانب الايمن في وسط الملعب. بهاء قاروط جناح ايمن. فريق الجيش بيلعب بالطريقه طبعا الكلاسيكيه المعروفه 4-4-2 فريق الجيش. وعلى الجانب الاخر ايضا فنجاء يلعب بنفس الطريقه 4-4-2 بتواجد عبد الرحمن الغساني وعماد الحسني في الامام. هذه كره في الخط الخلفي لصالح فريق فنجاء. لا ضغوطات على كلا الفريقين في هذه المباراه، بالرغم انه يعني الجيش يريد الانتصار والنقاط الثلاث. اعتقد فريق فنجاء يعني ايضا اخر فرصه لهم، برغم انه الامر ليس بيدهم. حتى لو فازوا في مباراه اليوم الامر طبعا يعني بيد الجيش وبيد فريق اهلي الخليل، لانهم لعبوا مباراه اقل من يعني جميع الفرق في هذه المجموعه اللي بيتسيدها فريق المحرق البحريني 12 نقطه من 4 مباريات. الفوز طبعا بكل المباريات حتى الان في هذه المجموعه من جانب فريق المحرق البحريني. كره تبعد. محرق البحريني كتوب بلقب 2008 على حساب الصفاء اللبناني. المحرق طبعا الكويت حقق لقب هذه البطوله 3 مرات وخسر نهائي 2011 4 مرات في النهائي لفريق الكويت الكويتي. بينما القادسيه بطل 2014 وخسر في 2010 و2013 اللقب. وصل المباراه النهائيه وخسر في 2010 و2013. فيصل الاردني لقبين 2005 و2006 وخسر نهائي 2007. محرق طبعا كان خسر نهائي 2006 لكنه حقق اللقب في 2008. الجيش بطل 2004. الاتحاد السوري بطل 2010. نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول في هذه المباراة. جهور دارول الماليزي بطل 2015. العراق وصل النهائي مرتين ولم يحقق اللقب 2012 و2014. خسر في النهائي في المرتين فريق اربيل. كما القادسية يعني كان خسر مرتين في النهائي. الوحدة السوري خسر في النهائي 2004 أمام الجيش. النجم اللبناني خسر في 2005 في النهائي أمام الفيصلي الأردني. 2008 الصفاء اللبناني كان خسر طبعا أمام فريق المحرق. وأيضا يعني الكرامة السوري كان وصل لنهائي 2009 وخسر أمام الكويت الكويتي. هذه أحمد مدنية حارس مرمى نادي الجيش السوري. أحمد مدنية أتمنى أن تعود كرة القدم السورية إلى ما كانت عليه. المواهب السورية الرائعة اللي يعني طالما شاهدناها في ملاعبنا العربية، ومنها الآن يعني النجم المتألق مع نادي أهلي جدة عمر السومة، ومن قبله يعني الكثيرين. واحد اللي يعني طالما صالت وجالت في ملاعبنا العربية المواهب السورية المتميزة. هذه كرة في الأمام صالح فريق الجيش على الجهة اليمنى. شعيب العلي يراوغ بيمر من 2 من اللاعبين، يعود بتمريرة لسمير بلال بيغير اتجاه اللعب لأحمد حسام بودقجي خارج الخطوط. عز الدين عوض يستعد الآن للنزول بعد تلقي العلاج ومحاولة للمرور بجانب يوسف كلفة وسقوط على أرضية ملعب المباراة ليوسف كلفة. وهذه كرة مخطوفة من جانب اللاعب بهاء قاروط اللي بيخرج الكرة إلى خارج الملعب لعلاج اللاعب يوسف كلفة.
يوسف كلفة. نلعب الآن في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول في هذه المباراة، ولا زالت النتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين كلا الفريقين. فنجاء والجيش في إطار مباريات الجولة الخامسة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النسخة رقم 13 من هذه البطولة. 12 نسخة أقيمت قبل هذه النسخة، 10 نسخ فازت بها الأندية العربية، ونسختين فقط خرج من خزائن النسختين فقط خرجت من خزائن الأندية العربية. النسخة اللي فاز فيها فريق مساف كراتشي في 2011، والنسخة اللي فاز فيها فريق الجهور فيها النسخة الماضية طبعا في 2015 بعد ما تم استبعاد طبعا الأندية الكويتية. كانت القادسية وصل للنسخة الماضية. طبعا تم استبعاد الأندية الكويتية وتم إيقاف نشاط كرة القدم الكويتية. هذه محاولة من جديد في الأمام، طويلة لكن مرة كده خارج الملعب. حارس المرمى أحمد مدنية هيلعب ركلة المرمى لصالح نادي الجيش السوري. أحمد مدنية عادت الكرة من جديد إلى خارج الملعب إلى رمي التماس. محاولة كانت بالضغط من جانب اللاعب عبد الرحمن الغسالي. رمي التماس يلعبها أحمد حسام بوداخجي. إيقاع المباراة هادئ جدا، وادي تمريرة لسمير بلال القائد يلعب كرة طويلة في الأمام. المباراة تحتاج إلى هدف من أجل زيادة إيقاع الأداء من جانب كلا الفريقين. كرة ملعوبة إلى خارج الملعب. رمي التماس لصالح نادي الجيش. سمير بلال أمامنا على الصورة. صعوبات طبعا تواجه الأندية السورية الآن بسبب الوضع المأساوي الذي تعيشه كرة القدم السورية، وأيضا يعني الوضع في البلاد، وبالتالي كثرة السفر والتنقل والصعوبات في التدريب والاستعدادات لمثل هذه المباريات. معاناة كبيرة تعيشها بالفعل الأندية السورية في هذه الفترة. هذه محاولة للمرور من جانب لاعب نادي فنجان اللي عنده انذار اللاعب عمر خميس، والكرة تلعب في الأمام ولكن تعود بضربة راس إلى حارس المرمى أحمد مدنية. أحمد مدنية يبدأ على طول على الجانب الأيمن مع حسين شعيب لسمير بلال. يبدأ على كل كرة هذا اللاعب سمير بلال في وسط ملعب نادي الجيش. مرة أخرى محاولات مستمرة في وسط ملعب نادي الجيش. زكريا قدور يلعب لأحمد حسام في وسط الملعب. تمريرة إلى بهاء قاروط، ترك مكانه على الجانب الأيمن ودخل لعمق الملعب بهاء قاروط. على الورق جناح أيمن بهاء لكن غير مكانه مع يوسف كلفة. بهاء قاروط من جديد استلم كورة في وسط الملعب الآن. بهاء عاد بتمريرة إلى سمير بلال. سمير بلال وتغيير اتجاه اللعب لأحمد حسام بوداخجي. يلعب كرة في الأمام لمسة من جانب اللاعب عز الدين عوض، ولكن طالت الكرة على عز الدين عوض وخرجت خارج الملعب. ركلة مرمى لصالح فريق فنجان العمان. نلعب الآن في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول في هذه المباراة، ولا زالت النتيجة التعادل السلبي بين كلا الفريقين. طبعا قليل في ملعب السيب. كرة تبعد إلى خارج الملعب من أجل علاج لاعب نادي الجيش السوري.
إصابة للاعب نادي الجيش السوري ونزول الطاقم الطبي لإسعاف اللاعب. يسقط الآن على أرضية ملعب المباراة. حكم المباراة حسين أبو يحيى أمامنا على الصورة. يوقف اللاعب الآن أحمد حسام بودقجي، واللاعب اللي سقط على أرضية ملعب المباراة أحمد حسام المدافع الأيسر لنادي الجيش. هنشوف يعني هل سيكمل الوقت المتبقي من عمر الشوط الأول في هذه المباراة أم يتم استبداله. أحمد حسام المدافع الأيسر لفريق نادي الجيش اللي أمامنا على الصورة. يعني هو سقط على أرض ملعب المباراة بدون يعني اشتراك من أي لاعب من الفريق المنافس. سيخرج خارج خطوط الملعب أحمد حسام. أتمنى السلامة لكل اللاعبين على أرضية ملعب المباراة. حكم المباراة لاعب بديل يستعد الآن من خارج الخطوط من جانب فريق نادي الجيش. على ما يبدو السعدي من خارج الخطوط يستعد الآن في صفوف نادي الجيش، واستئناف للعب من جديد. والكرة طويلة في الأمام الآن على الجانب الأيمن لصالح نادي فنجاء. مرت الكرة إلى خارج الملعب من أمام اللاعب رائد إبراهيم. رمي التماس لصالح نادي الجيش السوري. نادي رائد إبراهيم لاعب نادي فنجاء. نقطة وحيدة من 4 مباريات لفنجاء، تعادل مع أهلي الخليل في الجولة الماضية ب3 أهداف ل3 أهداف. رمي التماس صالح نادي فنجاء. وصلت في الأمام، محاولة الآن للإبعاد من جانب اللاعب زكريا قدور، والكرة تعود لباسل رواحي. لمسة من جانب باسل رواحي لعلي الجبري. لباسل بيلعب كرة لداخل منطقة الجزاء لكن تبعد. اشتراك من جانب اللاعب يوسف كلفة. انطلاقة من جانب يوسف ولمسة لمحمود البحر في الأمام. وآخر 5 دقائق من عمر الشوط الأول. ومحمود البحر ولا وجود لخطأ لصالح محمود البحر. مطالبة لخطأ للاعب محمود البحر، ولكن حكم المباراة لم يحتسب أي شيء. حسين أبو يحيى. رائد إبراهيم استلم كرة على الجانب الأيمن. رائد لعبد الرحمن الغساني. طبعا الكرة من أمام عبد الرحمن إلى خارج الملعب. نادي محمود البحر ولحظة سقوطه ورمي التماس لصالح اللاعب أحمد حسام اللي عاد من جديد للاشتراك في هذه المباراة. أحمد حسام يعود من جديد ويشترك في هذه المباراة بعد الإصابة طبعا الألم فيه. مدرب كابتن سليمان خميس مدرب فريق فنجاء أمامنا على الصورة. ومحمود البحر ساقط على أرضية ملعب المباراة. نقطة التعادل سترفع رصيد فريق الجيش إلى 4 نقاط من 4 مباريات، والصراع هيكون كبير ما بينه وبين أهلي الخليل للصعود مع المحرق البحريني من هذه المجموعة. المحرق بكل تأكيد يعني مع نهاية هذه الجولة سيضمن تماما التواجد في الدور القادم من هذه البطولة. سيصعد لدور ال16 من هذه البطولة. أمامنا طبعا بعض اللاعبين الغائبين عن التشكيلة في هذه المباراة. بعض اللاعبين الشباب المتواجدين في مشاهدة هذه المباراة. كرة عرضية صالح فنجاء وبعد من داخل منطقة الجزاء.
عودة لمحمود البحر من جديد للنزول من خارج الخطوط. يستعد محمود البحر للنزول بعد علاجه من الإصابة اللي ألمت به. عمر خميس لعبد الرحمن الغساني، مضغوط عليه والكرة إلى خارج الملعب من عبد الرحمن الغساني إلى رمي التماس. رمي التماس آخر يعني دقيقتين ونصف من زمن الوقت الأصلي للشوط الأول في هذه المباراة، والشوط الأول يقترب من نهايته بنتيجة التعادل السلبي. كرة مخطوفة من جانب محمد المعشري، يلعب كرة في الأمام لحميد سالم، عادت من جديد لفنجاء. حميد سالم يلعب للقائد محمد المسلمي، لابس على الجانب الأيسر واستلام من جانب اللاعب باسل الرواحي، والكرة ملعوبة طويلة على الجانب الأيمن ومحاولة من جانب رائد إبراهيم، ولكن عادت الكرة من جديد إلى فريق فنجاء. لمسة في الأمام ومحاولة من جانب عماد الحسني، لكن مخطوفة الكرة من جانب فريق نادي الجيش السوري. عز الدين عوض، عز يلعب كرة في الأمام للاعب بهاء قاروط. بهاء قاروط وحصار من أكثر من لاعب على بهاء قاروط، وفقد الكرة في النهاية اللاعب محمود البحر. محمود البحر هو اللي فقد الكرة الماضية. ضغط الآن على عماد الحسني واستخلاص الكرة من جانب لاعبي الجيش، ودي لمسة من جانب اللاعب سمير بلال في الأمام، ومحاولة الآن من جانب اللاعب حميد عثمان. حميد عثمان وتمريرة مرة أخرى من جديد لعز الدين عوض. عز الدين والتقدم يأتي على الجانب الأيمن من جانب اللاعب شعيب العلي، والتمريرة إلى شعيب، ولكن التغطية موجودة من جانب اللاعب باسل الرواحي اللي بيلعب كرة خارج الملعب، بيكسب من خلالها باسل الرواحي. رمي التماس، لمست الكرة قدم طبعا لاعب الجيش، واصبحت رمي التماس لصالح فريق فنجاء. النعمالي لعبت الكرة لوسط الملعب الان، علي الجبري يلعب كرة على الجانب الايمن وتقدم عمر خميس. عمر ولمسة في الامام لرائد ابراهيم، والكرة تبعد من جانب زكريا قدور، تصل لسمير بلال. وقت محتسب بدل من ضائع في الشوط الاول من هذه المباراه. 3 دقائق وقت بدل من ضائع في الشوط الاول من هذه المباراه، ونقترب الان طبعا من اللعب في الدقيقه الاولى. بالفعل بدانا نلعب الان في الدقيقه الاولى من احداث الوقت المحتسب بدل من ضائع في الشوط الاول من هذه المباراه. لمسه الان في الامام لصالح نادي فنجاء، والانطلاقه من جانب اللاعب باسل الرواحي، وفرصه الان للمرور من جانب الغساني، وتصويبه بالقدم اليسرى من جانب عبد الرحمن الغساني. تعود من جديد للدفاع، والكره تبعد في اللحظه الاخيره من امام الغساني. مره اخرى من جديد باسل الرواحي، يا ولد بيراوغ بمهاره، يلعب كره لرائد ابراهيم، مرور من رائد ابراهيم بيراوغ الاول والثاني، وفرصه رائد يسدد خارج المرمى. مش ممكن يا رائد، مر بمهاره من واحد والثاني رائد ابراهيم وسدد كره قويه، لكن مرت خارج المرمى. كان التوجيه مطلوب من رائد ابراهيم في هذه اللقطه بباطن القدم، كان التصويب افضل من رائد، لكن خدها طبعا بوجه القدم. هذه الكره من اسفلها، ولكن لمست احد المدافعين وتحولت الى ركله ركنيه لصالح فريق فنجاء. اخطر فرصه في الشوط الاول من رائد ابراهيم، ركنيه لفنجاء على تنفيذ محمد المعشري، يلعبها قويه تبعد من جانب دفاعات الجيش، ومره اخرى الضغط ياتي الان من جانب اللاعب المتميز علي الجبري، والكره مرت الى خارج الملعب. رمي التماس لصالح فريق فنجاء. نلعب الان في الدقيقه الثانيه من زمن الوقت المحتسب كوقت بدل من ضائع في الشوط الاول من هذه المباراه. شوط اول يعني متواضع المستوى بين كلا الفريقين، وهذه التمريرة تعكس الحالة الفنية بالفعل لكلا الفريقين في الشوط الأول من هذه المباراة. عمر يلعب كرة بلا معنى ولا عنوان. عمر رمي التماس لصالح فريق الجيش، يلعبها أحمد حسام لصالح اللاعب حميد عثمان لسمير بلال، متمركز دائما يعني في وسط الملعب سمير بلال، والكرة مخطوفة الآن ولمسة في الأمام. محاولة من جانب فريق فنجاء، وضع الضغط يأتي من جانب اللاعب عبد الرحمن الغساني، والكرة تبعد في اللحظة الأخيرة من أمام عبد الرحمن.
تصل للاعب حميد عثمان اللي بيلعب كره في الامام لبهاء قاروط. بهاء يلعب كره في الامام لمحمود البحر، وانطلاقه سريعه من جانب بهاء قاروط وفرصه لصالح نادي الجيش، وهذه اللمسه، ولكن في اللحظه الاخيره باسل الرواحي يقوم بالتغطيه الدفاعيه على اعلى مستوى هذا اللاعب باسل. وهذه امامنا طبعا مراقب المباراه من قبل الاتحاد الاسيوي لكره القدم، شاهد يتابع اللحظات الاخيره من زمن الوقت المكتسب بدل ضائع، والشوط الاول اللي بيقترب الان من نهايته. فرصه خطيره تبعد من جانب الحارس احمد مدنيه. احمد مدنيه ينقذ فرصه خطيره جدا في هذه اللقطه، ابعاد من امام اللاعب عبد الرحمن الغساني، وارتداد الان للهجمه من جانب فريق نادي الجيش. ومن اللمسه الاولى كره ملعوبه لمحمود البحر، ولكن من امام محمود البحر الكره مخطوفه. في هذه اللحظه يطلق الحكم حسين ابو يحيى. حتى الان لازلنا نبحث عن هدف في هذه المباراه. مره اخرى المحاوله لحميد عثمان، كره تعود في الخط الخلفي الى خارج الملعب، تمريره من جانب سمير بلال. سمير بلال قائد نادي الجيش في هذه المباراه. خطأ وركله حره لصالح اللاعب البديل خالد الحمداني، اللي نزل بدرا من عماد الحسني. خالد هذه تمريره لمحمد المعشاري، وفرصه الان للمرور خطيره الكره، ممكن تمريره من جديد من جانب اللاعب خالد الحمداني، ولكن مخطوفه الكره من دفاعات نادي الجيش. كثافه عدديه كبيره جدا من جانب لاعبي نادي الجيش في الحاله الدفاعيه. مره اخرى محاوله من جديد لصالح نادي الجيش. بهاء قاروط، والكره ملعوبه من جانب حسين شعيب في الامام. تعود سهله في الخط الخلفي، هذه حتى يعني امامنا التسلل الوحيد في هذه المباراه على فريق نادي الجيش امام فنجاء، ولا تسلل تم احتسابه على فريق فنجاء. هذه كره خطيره خطيره مش ممكن، خلفيه رائعه من جانب اللاعب خالد الحمداني، والكره مرت الى خارج الملعب. ركله مرمى، ركله مرمى. هذه الخلفيه من جانب اللاعب البديل خالد الحمداني، وكانت في المرمى كما يكون هدف عالمي لصالح نادي فنجاء المنتشي بلقب الدوري العماني للمحترفين. هذه كرة طويلة في الأمام، مرت الكرة إلى خارج الملعب إلى رمي التماس. رمي التماس لصالح فريق الجيش السوري. تبديل قادم لنادي الجيش. محمد دمراني يستعد الآن للنزول. محمد دمراني يستعد للنزول في صفوف نادي الجيش بدلا من محمود البحر. إذا يعني يوسف كلفة خرج، وادي يأتي الدور على محمود البحر ليخرج هو الآخر، وسينزل بدلا منه محمد الدمراني. محمد دمراني. تبديلين طبعا على مستوى الهجوم في صفوف فريق الجيش. محمود البحر ايضا التبديل الثالث الاخير لنادي فنجاء. محمود الحسني يستعد الان للنزول في صفوف فريق فنجاء. محمود ينزل الان بدلا من محمد المعشري. ينزل بدلا من محمد المعشري. محمود الحسني اللي بيستلم الان وبيلعب كرة على الجانب الايسر لباسل الرواحي.
باسل الرواحي لمحمود من جديد في وسط الملعب للقائد محمد المسلمي. محمد المسلمي لعلي الجبري، للمسلمي من جديد، ينطلق يتقدم في الجهه اليسرى المسلمي. نلعب في الدقيقه 84 من عمر المباراه، ولا زالت النتيجه التعادل السلبي بدون اهداف بين كلا الفريقين. فنجاء والجيش تعادل طبعا، يعني سيرفع رصيد فنجاء الى نقطتين وسيظل في المركز الاخير في هذه المجموعه، وستكون مباراته الاخيره مع فريق المحرق البحريني تحصيل حاصل، بينما الجيش سيرفع رصيده 4 نقاط في حاله التعادل، وسيلعب مباراتيه القادمتين امام فريق اهلي الخليل على خط بطاقه الصعود الثانيه في هذه المجموعه الرابعه. خطأ وركله حره الان لصالح نادي الجيش السوري، خطأ لسمير بلال وزكريا قدور على تنفيذ الخطأ. يلعب زكريا، كرة لشعيب العلي، لمسة في الأمام من جانب شعيب، وادي انطلاقة وفرصة وانفراد ومحاولة الآن للجيش، والتسديدة ترتد من قدم اللاعب خالد اليعقوبي، ومرة أخرى محاولة من جديد من جانب اللاعب بهاء السعدي، ولكن حكم المباراة قريب ولا يشير بأي شيء في هذه اللقطة. وادي التمريرة لمحمود الحسني لاعب البديل، وكرة ملعوبة على الجهة اليسرى للرواحي. يتقدم الآن باسل، يلعب كرة مرة أخرى لبريرة، بريرة لمسة في الأمام من جانب بريرة، ومحاولات الآن من جانب لاعبي فنجاء، والكرة على الجهة اليسرى والعرضية إلى القائد سمير بلال. سمير يلعب كرة لعز الدين عوض، لمسة من عز الدين عوض إلى خارج الملعب، رمي التماس. نلعب الآن يعني في آخر 5 دقائق من زمن الوقت الأصلي للشوط الثاني في هذه المباراة، والمباراة تذهب بالفعل إلى نتيجة التعادل السلبي. المباراة تسير إلى نتيجة التعادل السلبي، والتقدم يأتي الآن من جانب فريق فنجاء على الجهة اليمنى. مرة أخرى محاولة لاستخلاص الكرة من جانب فريق فنجاء، رائد إبراهيم بمهارة استخلص كورته، رائد إبراهيم، ومحاولة لإرسال كرة عرضية، لكن أين التكملة الهجومية في هذه اللقطة على القائم البعيد؟ مرور من جانب اللاعب عز الدين عوض، ولكن الكرة طارت على عز الدين عوض، وبكل براءة محمد المسلمي يخطف الكرة وياخذ رمي التماس. محمد المسلمي قائد فريق فنجاء في مباراة اليوم. رمي التماس، حكم المباراة يشير طبعا بتنفيذ رمي التماس من نفس مكان خروج الكرة إلى خارج الملعب. كرة عادت إلى المسلمي، يلعب لبريرة، بريرة لمسة في الأمام على الجهة اليسرى لمحمود لاعب البديل، محمود الحسني، ياخذ رمي التماس محمود الحسني. داخلين على آخر 3 دقائق من زمن الوقت الأصلي. هذه استلام من جانب اللاعب البديل خالد الحمداني، هيا كرة لبريرة، بريرة لمسة في الأمام للاعب عبد الرحمن الغساني، لكن كرة مخطوفة من أمام عبد الرحمن الغساني. ومرة أخرى محاولة من جديد من جانب اللاعب خالد اليعقوبي، خالد اليعقوبي يلعب لعمر خميس، والتمريرة في الأمام من جانب اللاعب باسل الرواحي، لمسة من جانب خالد الحمداني، والكرة العرضية على القائم البعيد، وأحمد مدنية يمسك بثبات، يمسك أحمد مدنية بثبات. هذه عرضية كادت تأتي بالهدف الأول في هذه المباراة. التقدم يأتي الآن من جانب اللاعب محمد ضمراني، محمد ضمراني وبجاره بهاء ومحمد ضمراني يعتمد على نفسه، وفي النهاية طبعا فقد الكرة محمد ضمراني. النهاية يعني بعد هذا المشوار الطويل بجانب محمد ضمراني سيفتقد للطاقة التي تمكنه من استكمال انطلاقته. كرة في الأمام طبعا من جانب الدفاع زكريا قدور، ومرة أخرى محاولة من جديد، لمسة في الأمام لصالح نادي الجيش، هتاخدها كرة طويلة إلى مازن الكسبي. آخر دقيقتين في زمن الوقت الأصلي للشوط الثاني من مباراة اليوم. فنجاء والجيش تعادل سلبي بدون أهداف حتى الآن. تعادل سيرفع رصيد فنجاء إلى نقطتين في المركز الأخير في هذه المجموعة،
وتصويب الآن من بعيد إلى خارج المرمى. ركلة ركنية على ما يبدو، لمست قدم المدافع، تسديدة مباغتة من بعيد تحولت إلى ركلة ركنية لصالح نادي الجيش. نادي الجيش طبعا بنقطة التعادل اللي هيحصل عليها من هذه المباراة سيرفع رصيده 4 نقاط من 4 مباريات. المركز الثالث أهلي الخليل طبعا 5 نقاط من 4 مباريات. في المركز الثاني محرك 13 نقطة في صدارة هذه المجموعة الرابعة. وركنية للجيش، هل يأتي هدف قاتل في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة؟ كرة خطيرة لكن مخطوفة من جانب دفاعات فريق فنجاء. هذه كرة مباغتة مرت من بين أقدام لاعب نادي الجيش، ومرة أخرى محاولة وكرة عرضية بالكعب إبعاد يأتي من جانب اللاعب محمد المسلمي، واللمسة الآن على الجانب الأيمن لصالح فريق فنجاء. حمداني مع الكرة يلعب لرائد إبراهيم، رائد إبراهيم للمسلمي، المسلمي واخر نصف دقيقة من زمن الوقت الاصلي للشوط الثاني. مسلمي يتقدم يلعب كرة في وسط الملعب للحمداني، بيفكر في التسديد، بيسدد تسديدة بعيد عن المرمى. حمداني مرت التسديدة جانبية الى خارج الملعب الى ركلة مرمى لصالح فريق نادي الجيش. هذه الركنية لمست ايد محمد المسلمي، كان هناك مطالبة طبعا ب يعني ركل جزاء في هذه اللقطة. ووقت المباراة المحتسب بدل من ضاع في زمن الشوط الثاني، يعني لم نشاهد الوقت اللي قدره طبعا الحكم، ولكن اعتقد يعني هيكون 3 دقائق بالفعل وقت بدل من ضاع في زمن الشوط الثاني من زمن الوقت بدل من ضاع من الشوط الثاني في هذه المباراة. 3 دقائق وقت بدل من ضائع. نلعب الآن في أحداث الدقيقة الأولى من زمن الوقت بدل من ضائع. تعادل سلبي بدون أهداف بين كلا الفريقين. فنجاء المنتشي بفوزه بلقب الدوري العماني، ودي كرة خطيرة، فرصة جول، فرصة جول، لا مش ممكن، مش ممكن. ومرة أخرى في المتابعة التسديدة من جانب رائد إبراهيم إلى خارج المرمى، فرصة خطيرة جدا. ومرة أخرى عبد الرحمن الغساني، والفرصة الرابعة في المباراة للغساني، وفرصة الهدف القاتل في الوقت المحتسب بدل من ضاع تضيع الآن على فريق فنجاء. هذه مرور رائع على الغساني، يعني وكأنه يصطاد العارضة في هذه اللقطة. الغساني لم تكن تحتاج لقوة يا غساني، وحتى في المتابعة رائد إبراهيم بيسدد خارج المرمى. فرصة كبيرة جدا تضيع على نادي فنجاء، وهذه يعني في الإعادة عادت الكرة إلى رائد إبراهيم، سددها خارج المرمى. اعتقد نادي الجيش يعني هيكون سعيد بنقطة التعادل من هذه المباراة. فرص يعني كثيرة أتيحت لفريق فنجاء في هذه المباراة، ولكن ضيع عبد الرحمن الغساني أكثر من فرصة. هذا يخرج حميد عثمان في هذه اللحظات، وهينزل محمد عمر بدلا منه صاحب القميص رقم 13 في تشكيلة نادي الجيش. محمد عمر الترك ينزل الآن في هذه اللحظات. التبديل الثالث والأخير لصالح نادي الجيش، وداخلين على الدقيقة الثالثة الأخيرة من زمن الوقت المحتسب بدل من ضاع في الشوط الثاني في هذه المباراة. نلعب الآن في اللحظات الأخيرة لهذه المباراة، نلملم أوراقنا. تعادل سلبي بدون أهداف، أسوأ نتيجة في مباريات كرة القدم، تعادل السلبي. نقطة لفنجاء لا تغني ولا تسمن من جوع، ونقطة لنادي الجيش يرفع رصيده 4 نقاط، ولكن يظل في المركز الثالث في هذه المجموعة من 4 مباريات. وبعد ذلك يعني سيلتقي بفريق أهلي الخليل في مباراتين أخيرتين للفريق السوري، وهذه تصويبة خارج المرمى. مباراتين أخيرتين للفريق السوري في هذه المجموعة. أول فريق كان حقق لقب هذه البطولة الجيش السوري في 2004، أول بطل لكأس الاتحاد الآسيوي. هذه كرة طويلة في الأمام، الوقت يمر، وحكم المباراة حسين أبو يحيى يطلق الآن صافرة نهاية هذه المباراة. تنتهي المباراة بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف. فنجاء يرفع رصيده 2 نقطتين في المركز الأخير في هذه المجموعة، ويعني تتقلص حظوظه تماما
في الصعود من هذه المجموعة إلى الدور القادم. تنتهي أماله تماما، وفريق الجيش يرفع رصيد 4 نقاط في هذه المجموعة، ويأمل طبعا في الصعود من هذه المجموعة بعد جولتين قادمتين أمام فريق أهلي الخليل. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.